السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي لاباس؟ سمحوا لي غبرت عليكم. كانت عندي شي ظروف، الحمد لله تحلت، كلشي امور مزيان. توحشتكم بزاف، توحشتكم. اليوم غنصور معكم واحد الطريقه ديال الحوت تتجي بحال تتجي واحد الطريقه ديال الحوت نصوبها انا بطريقتي، انا تنصوبها طريقه زوينه بحال تتجي في المحلات، تقول واو. هاد الحوت باش مصوب ما دايرين فيه لا عطريه لا حتى شي حاجه. هاد الحوت غنصوبو بحال كيتصوبو في المحلات، بحال القهاوي بحال. انا دابا عندي شنو عندي ميرنا شديتها غسلتها نقيتها، وعندي الصول. دابا بسم الله عندي هنا واحد ليبون ولا طاسه ولا كما سميتوها. هنا عندي القمح سبيسيال، واخا يكون عندكم القمح ديال الدار ديروه، ولا كان عندكم القمح سبيسيال ديروه. هنا القمح سبيسيال غندير معاه شويه الملحه، اصلا الحوت مالح. وهنا غندير هنا شويه البزار فقط. اللي عندهم منسمات يديرهم بحال الزعتر، بحال العطريه الحوت، بحال يديرها هنايا باش يجي الحوت بنين. اما الصوت ديالي لكم راه كتعيانه بزاف. صافي هنا غنشد ميرنا ما تنديرو بحال كنشدو واحد الكميه. شديتو ما قطعتوش عادي. نبقى ندير بحال هاد حتى كيشرب مزيان. خليه يشرب، القمح يشربو مزيان باش ما يمصليش الزيت مزيان. باش درتي القمح وخليتيه، تخلي الحوت بحال هكا، تخلي واحد 2 دقائق ولا دقيقه. اللي باغي يديرو في الشوايه يديرو، واللي باغي يقليه. لان كان الدراري توحشوا القليان، ماشي مشكل، مره نديرو لهم القليان بحال هكا كيجي. لا فيها شويه الملحه والبزار فقط، كيجي زوين. جربوها تجي الطريقه خطيره. ولا بغيتو ديروا الثومه حتى هي الثومه بودر ولا الربيع بودر حتى هو ديروا، كيجي زوين. وجربوا الطريقه تجي زوينه بزاف. غنخليه هكا على جانب، نخليه يشرب ليا شويه القمح ونحيدو عاد باش ندير الصول. هنايا درت معاكم هذه القلايه العجيبه الصراحه، الله يعطيها الصحه. صراحه شي حاجه زوينه، شي حاجه طب غزاله. هنا درت الفلفله، شوف تبارك الله الفلفله هاي تقلات من 2 جويه، زوينه غزاله. هاد القلايه الله يرحم بها الوالدين. تقلي فيها الحوت، تحمري فيها الدجاج، ديري فيها اي حاجه ان شاء الله. دابا ندير لكم فيديو عليها، خطيره شي حاجه زوينه، بلا زيت بلا حتى شي حاجه، تبارك الله. صحيه زوينه غزاله. درتها في هذه الجهه حيت انا اصلا الكوزينه عندي صغيره. بسم الله. دابا نخليها تحمر. دابا تتبان لكم النيفيه هذه ماشي اشاره ولا باش نسالي ان شاء الله، باش نسالي الكوزينه، تنسالي الطياب، تنسالي اي حاجه تنستعملها في ايدي، تنرطب ايديا شويه. هادشي اللي كاين ان شاء الله. نكمل معكم الغديوه ديالي ونوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. هانتوما معايا. هنا تقلات لينا الفلفله ديالنا ان شاء الله، حيت انا نديروها في الميكا. درناها هنا في الميكا، خلات تطفى. وهنايا قطعت مطيشات، بغيت ندير لاصوص عاديه مطيشات فيها شويه البزار وشويه الملحه فقط. درتها هنا بلا ما ندير
بابي كويسو ولا بابي ورق الزبده ما درتوش عادي. انا اصلا بغيت داك المرق ديال المطيشه تهبط ليا في هاد الطنجره. بسم الله. بحال هكا تجي زوينه غزاله، تجي محمره. درتها هنا هنا ديما تندير 200 درجه، تندير 200 درجه. وهنا شحال من دقيقه، 13 دقيقه 14 دقيقه. هنا ندير غلط، هنا ندير 20 دقيقه. 20 دقيقه. بسم الله. ها هي خدمت ان شاء الله. ملي تحمر لنا مطيشه سمحوا لي نوريكم الشكل النهائي ديال المطيشه. تجي غزاله غزاله في هذه القلايه العجيبه. الله يعطيها الصحه والله يرحم بها الوالدين هذه اللي صوبها. ودابا الطريقه اللي درنا الميرنا غنديروا الصول. طريقه بحال سهله بحال هكا كما كيديروا مال المحلات الكبرى. كاين اللي كيدير الصول في القمح بزاف، اما القمح ديال الدار اما قمح سبيسيال بحال هكا. نبقاو نديرو بحال هكا. نخليوه هنا تيشرب شويه عاوتاني، يشرب داك المية ديال الماء ديال البحر باش في القليان باش ما يلصقش. باش انا عقلي الدراري ما بغاولياش في القلايه. انا نوريكم المطيشه اللي قنيتها في القلايه. المطيشه اللي قنيت في القلايه جات على هذا الشكل، جات غزاله. واصلا المطيشه ما طلقت ليا لا ما لا والو، حطها في طبيسن. جات على هذا الشكل، جات زوينه بحال مشويه في الفران. جات غزاله 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 بزاف. لا ميتو نجيو غزاله. نوريكم الطريقه ما فيه لا عطريه ما فيه حتى حاجه، فيه شويه الملح وشويه الزهر فقط والقمح سبيسيال. الا كانت عندكم القمح سبيسيال ديروا القمح ديال الدار تا هو كيجي زوين. الا كانت عندكم العطريه ديال الحوت حتى هي ديروها تجي زوينه وغزاله. ما فيش حاجه نحمر. طيب ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي. هذه هي الغديوه ديالنا، هذه هي الغديوه اللي قسم الله اللي كاين في الثلاجه. درناه، درت بابا فريت. هادو قليتهم معاكم في القلايه اللي بدون زيت. الحوت جا على هذا الشكل، جا غزال، جا مقرمل، جا زوين. الصول حتى هو جا بحال مالين القهاوي، شي حاجه زوينه. وجربوا هاد الطريقه كتجي غزاله غزاله بزاف. شاركت معكم الغديوه ديالي اللي بسيطه. جربوا هاد الطريقه. الحوت جا مكرمل، ما فيه لا عطريه ما فيه حتى شي حاجه. ومن اول مره درتو الدراري قال لك ماما ما تبقايش ديري لنا الحوت بالعطريه. صافي وليت ندير لهم الطريقه هذه غزاله تجي زوينه بزاف. وجربوا هاد الطريقه وبصحتكم.
ومع السلامه.